سألتي نفسك ايه الايام المناسبة ان اقص فيها شعري وشعري يبقى صحي وبيطول وبيلمع وقوي كده؟ عايزة اقولك ان في ايام فعلا بتسبب تطويل للشعر وقوة وصحة ولمعان للشعر وغايبة عنك. ممكن لو انت قصيتي فيها ان شاء الله هتلاقي نتيجة حلوة قوي قوي للشعر. تابعيني بالفيديو ده واعرفي ايه الايام دي. قبل ما نبتدي ما تنسيش اللايك والشير، وتنزلي تحت في الكومنتات تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم. ايام في الشهر العربي 13 و14 و15. ايه الايام دي؟ الايام دي مستحب فيها ان انت تقصي الشعر. طروف الشعر ممكن اقص طرف الشعر في ال3 ايام، مش شرط ناخد كميه كبيره. يعني الجزء اللي انا هقصه مثلا هسوي بيه شعري لو قد كده، يبقى انا كل يوم في ال3 ايام دي بقص جزء. الايام دي بتعمل ايه؟ يوم 13 ده لتغذيه الشعر وتقويته، يوم 14 ده لتطويل الشعر، يوم 15 للمعان الشعر. لو مشيتي على ال3 ايام دول فعلا بفضل الله بتلاحظي فرق في شعرك. طبعا مع الوصفات اللي احنا بنعملها هنا في القناه، يا ريت تخشي كده القناه وتدوري كده هتلاقي وصفات كتير قوي تعجبك. بس فعلا ناس كتير قوي جربت اللي انا بقوله. اللهم بارك، ايام 13 و14 و15 فعلا ايام كلها بركه في الصيام او برده في قص الشعر. لو قصيتي شعرك في الايام دي هتلاقي فرق جامد جدا. قص الشعر من شروق الشمس لغروبها، بلاش تقصي الشعر بالليل. طب الطريقه الصح اللي انا اقص بيها شعري اسويه ازاي وانا لوحدي ومش هروح لكوافير او ان في حد في البيت ممكن يساعدني ويقص الشعر؟ لو في حد هيساعدك الشعر يبقى ستريت كده على الظهر كامل وتروحي قص الشعر. والمقص لازم يكون حامي، ما يبقاش تلم او صعب في القص، لازم يبقى حامي، يبقى مفروض على الظهر وهي تقصلك، اختك بقى، اي حد معاكي في البيت. طب انا ما عنديش حد في البيت او ما عنديش حد ينفع انه يقص لي في البيت، قصي لنفسك. طب ازاي اقص لنفسي؟ الشعر كله اسرحه على قدام، الشعر كله يبقى متساوي على قدام، واجي من هنا بربط اي توكه وبساوي الشعر كده خالص وبخليه بالعرض. يعني الشعريه بتبقى بالعرض كده زي ايديا كده بالعرض، وبروح جايه وقصها. ما تقعديش لو المقص تقيل معاكي في القص هيقعد يعض في الشعر. المقص كل ما يبقى حامي هتلاقيه قص مره واحده. خليكي دايما سمي الله وقصي مره واحده. دي اسهل طريقه ان انت تقصي شعرك بنفسك وتساوي شعرك. قص الشعر يا جماعه مهم جدا للتخلص من اي صبغه قديمه او اي اثار فرد قديم. قص الشعر بيخلي البصيله تفتح وتستقبل اي وصفه انت هتحطيها على شعرك، او حتى سيرم او كريم او اي حاجه من دي هيستقبلها كويس جدا. ما تخافيش بتقولي انا لما اقص شعري هيقصر او هيعجز، ما يطولش. بالعكس الشعر بيتغذى ويطول ويتقل ويبقى صحي اكتر. قص الشعر يا جماعه ناس كتير غايبه عنه. اقص الشعر كل شهر، كتيرك او 40 يوم بقى لو انت مش محتاجه تقصيه، بس هو كل شهر. قص الشعر ببعد عن الايام اللي فيها الدوره الشهريه، لانها جسم كله بيبقى فيه لخبطه هرمونات، فما ينفعش في الايام دي ان انا اقص الشعر. ده فيديو كان بسيط كده وخفيف، قلت اوضح لك نقط ممكن تكون غايبه عنك. يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير، ويا ريت تنزلي تحت تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم.